خدام وما خدامش وقاعد وما مساليش. ما فهمتي والو ياك؟ وتبع معايا الشرح وغنشرح لك وحده بوحده. يعني خدام وما خدامش وقاعد وما مساليش. انت خدام ولكن الغالب الله، يعني الشهر ما كيسالي غير بالبنيه وبالدباز، وكتسنى الشهر الاخر باش تخلص. غنعطيك واحد 3 د النقاط الا تبعتيهم مزيان غيتحل لك هذا المشكل هذا. بالنسبه النقطه الاولى هو خصك دير واحد التخطيط، دير واحد الخطاطه للصالير ديالك ودير واحد الخطاطه للمصاريف ديالك. وكما تنقولوا ديما وفر شويه، فهمتي؟ ديما وفر شويه، حيت الوقت راه خايبه. كما كنقول انا ديما تنقول لكم راه الوقت خايبه والوقت راه ديما محتاجه للفلوس. دونك خصك تخلي كما كنقولوا دوير الزمان، وخصك توفر شويه، وخصك تتعلم يعني ثقافه التوفير باش هكا الا جاب الله الغالب كما تنقولوا تلقى باش تكادريه شويه، ولا تلقى المهم باش تعاون شويه. بالنسبه كما قلت لكم الخطوه الاولى هو انك غادي تحدد المداخيل ديالك، وغادي تحدد السير ديالك، وغتحدد شحال غادي توفر، ووفر على داك الشيء اللي قدرتي عليه. وكما كنقولوا يعني سير بالبروغرام، ما تبقاش غير غادي هكاك بشكل عشوائي واللي بانت لك تشريها واللي بانت لك ما تشريهاش. كما كنقولوا يعني ما تكونش بحال واحد الدلو الناس اللي كيعرفوا الدلو، يعني تتهبط للبير ولكن داك الدلو فيه بزاف ديال التقابي. فاش تيبقى طالع في البير وانت كتجبد فيه تيخوي الماء كامل ديالو، فاش تيوصل للفوق يعني ما تيلقى والو. سد ليا دوك التقيبات الله يسهل عليك اللي كاينين في الدلو، وطلع ليا الماء غير قياسك، ولكن داكشي اللي طلع تيبقى عندك. يلا السلام عليكم.